زي ما شفنا مع بعض في الجزء اللي فات لما الشباب راحوا للأوضة الغامضة علشان يشوفوا موضوع الألغاز والشياطين اللي الناس بتتكلم عليه ده، ولوستر ساعتها اعترف لهم إنه كان نازل من الأوضة دي وإن البوابة الزمنية بتاعته كانت فيها وإن هو كان عايش هناك هو ولوبتا. بعدها شفنا لوستر وهو راجع للبيت لقى بنته واقفة قدام البيت وبتقول له استعد للقاء عدوك الأعظم، وبعدها بتفقد الوعي. بعدها بيجي تاني يوم وبتخبط عليهم البنت دي وبتعرفهم على نفسها وإن اسمها سوزو وإنها نقلت جديد وهتعيش في البيت اللي جنبهم، وبتعتذر له على اللي حصل امبارح وبتجيب له هدية علشان تعبر عن شكرها ليه. بيشكرها ساتا وبيعرفها على كل اللي معاه وبتسيبهم وتمشي. وإميردا بتكلم إيميليا صاحبتها وبتكون صنعت لها علاج كده علشان تعرف تستعمل قوتها تاني، بس أقصى حاجة تستخدم فيها العلاج ده هو مرتين في اليوم. وبتروح إيميليا علشان تراقب ساتا كالعادة وحرفيا بتبقى هتموت من الحر. وبتشوف البنت اللي اسمها سوزو وهي واقفة مع لوسيفر في البلكونة وبتقرر إنها تروح تتجسس عليهم. وبتبقى سوزو بتعلم لوسيفر إزاي يطبخ عادي، لكن وهم بيطبخوا ما بيلاقوش جنزبيل فبتقرر سوزو تروح تجيب من شقتها. وفي اللحظة دي بتجري إيميليا علشان ما تشوفهاش لكنها بتتكعبل من على السلم وبيلحقها ساتا في اخر لحظه، بس بتديله بوكس في وشه وبيجيبوا الارض. وبعدها بيقعدوا كلهم سوا وبتعتذر سوزو انها فتحت الباب فجاه، فبتعرفها ايميليا انها فقدت توازنها مش اكتر. بعدها بتعرفها سوزو على نفسها. بعدها ايميليا بتاخد بالها ان سوزو دي شكلها بتحب ساتا وبتعرفها سوزو على نفسها وبتكون شاكه ان ايميليا وساتا بيحبوا بعض وبتسالهم لو كان في بينهم اي حاجه، لكن كالعاده بتتعصب ايميليا جدا وبتعرفها سوزو ان طريقه كلامهم وديه جدا وان هما الاثنين صريحين مع بعض جدا. فبيقول لها ساتا الصراحه عندك حق، فبتتعصب ايميليا اكتر وبتقول له ما تعشرش مناخيرك في اللي مالكش فيه. فبتقول لها احنا اصلا قاعدين مع بعض لكن ما عندناش اي ثقه او مشاعر لبعض ولا حتى صداقه عاديه، وان انا لو شفت ساتا ده بيموت هيبقى اسعد يوم في حياتي. وفي اللحظه دي بتحس ايميليا ان سوزو بتحبه وبتروح تسالها هو انت بتحبيه، فبتاخدها سوزو بسرعه وبتقفل الباب وبتقول لها طب افرضي سمعك دلوقتي. وبتقرر ايميليا انها تحذرها وبتقول لها انا عارفه ان الموضوع ممكن يكون معقد شويه لكن لازم انت تفهميه، انت ما ينفعش تقربي منه ابدا وانه مش هيجيب لك غير الحزن والتعب وهو اصلا مش انسان طبيعي فلازم تتجنبيه على قد ما تقدري. وبتوافق سوزو وبتقول لها ان هي تساعدها لو حصل اي حاجه، فبتديها ايميليا عنوانها ورقم تليفونها وبتسيبها وبتمشي، لكن زي كل مره بتكعبل على السلم. وبتروح سوزو تدي لساتا هديه هي اللي عاملاها له. وبيعدي الوقت وبتتصل ايميردا على ايميليا وبتسالها اذا كان الدواء مفعوله اشتغل، وبتقول لها ايميليا انها شربته فعلا لكن ما جاتش فرصه ان هي تجرب طاقتها رجعت ولا لا. وبتسالها عن الاحوال عندها وبتقول لها ايميردا ان الكنيسه بتحاول توصل لسبب اختفاء اولبا وان في ناس بتدور عليها، وبتعرفها انها تاخد بالها لان الناس دي هتبعت ناس تعمل مشاكل في اليابان، لكن بتطمنها ايميليا وبتقول لها انها بطله وهتواجه اي حاجه. بعدها بنشوف ساتا وهو في الشغل والمديره بتاعته بتقول له ان بكره هيتفتح مطعم للفراخ المقليه وانها هتمشي بالليل وهتسيب كل حاجه في ايده هو وانه يتصل بيها لو حصل اي حاجه ويتاكد انه يرتاح كويس ويقدر يروح ياكل دلوقتي لكن يرجع الساعه 6 بالظبط. وبتساله وانت هتاكل هنا، لكن ساتا بيعرفها ان هو جايب اكله معاه وبيروح الاستراحه وبيكون معاه الصندوق اللي سوزو ادته الصبح. وبتساله تشان هو ايه ده باين عليه لذيذ، وبتقول له هو شال اللي عامله ولا ايه، لكنه بيقول لها دي واحده لسه منقوله في البيت اللي جنبنا. وطبعا بتتعصب واول ما بتسمع الكلمه دي حرفيا بيركبها عفريت وبتفضل تصوت وتمسك فيه وبتطلب انها تشوفها. واول ما بتفتحها بتلاقي اكل شكله جميل جدا وبيفتح لها ساتا الجزء اللي تحت فبيلاقوا حلويات على شكل قلب، وحرفيا صوت تشان بيجيب اليابان كلها. وبعدها بنشوف تشان وهي بتشتري حاجات وبيدخل حرامي لكنه بيكون خافي وشه، لكن المفاجاه انه بيكون بيستخدم السحر وبتطلع ايميليا السيف المقدس بتاعها وبيستخدم الشخص المجهول ده قوته السحريه، لكن سيف ايميليا بيضعف بشكل غريب وبيبدا الشخص الغريب ده يهاجمها، لكن في اللحظه دي بيتدخل صاحب المطعم وبيرمي عليه طماطم والشخص ده بيهرب وبتوصل الشرطه وتاخد اقوالهم. وبيجي تاني يوم وبيروح تشان وايميليا لبيت ساتا وبتكون تشان متوتره جدا ومش واثقه في نفسها وبيطلعوا الاثنين وبتفتح لهم سوزو وتشان بتتوتر اكتر وبتتخض ايميليا من شكلها، لكن بيتعرفوا على بعض وبياخدوا على بعض بسرعه. وبتفضل تشان واقفه معاها وهي بتجهز الاكل وبتكون مبهوره بمهاراتها في الاكل وبيجهز الاكل وبيتجمعوا كلهم وبيظهر لوسيفر فجاه ويطلع لهم من الكرتونه وبيلاقي طبق ايميليا مليان اكتر فبيتعصب جدا ويفضل يدبدب برجله زي العيال الصغيره وبيتجاهلوه كلهم يبداوا اكله ويسيبوه يصيح مع نفسه. وهم بياكلوا بتقول تشان انها تتمنى تكون شاطره في الاكل زي سوزو، وبتكون سوزو طبخه الاكل ده كله علشان تخلص من الاكل اللي هي جايباه وانها حاليا بتدور على شغل يجيب لها شويه فلوس. وبيفضلوا يتكلموا عن الشغل وبتسالها ايميليا ايه نوع الشغل اللي بتفكر فيه، وبيكون لوسيفر مركز في الاكل بتاعه بس وبيستغرب انه كان شامم ريحه فراخ بتتقلي لكنهم خلصوها كلها. وبترد سوزو على سؤال ايميليا وبتقول لها انها مش عايزه تضيع كل وقتها في الشغل وانها بتدور على وظيفه صغيره كده تكفي مصاريفها اليومين دول. وبيعرض ساتا عليها انها تشتغل معاهم وطبعا كلهم بيتفاجئوا جدا. وبيكمل ساتا كلامه ويقول لهم ان الشغل عندهم مش صعب جدا لانهم ما عندهمش زباين كتير، وبيسال تشان لو كانت موافقه لكن بتتوتر جدا ومتبقاش عارفه تقول ايه. وبتحاول ايميليا تطفشها وتقول لها انها تاخد وقت في التفكير وانها اكيد عارفه ان
ان كل شغل ليه مميزاته وعيوبه. بتشكر سوزو ساتا على عرضه وبتقول له انها هتحطه في قائمه اختياراتها، وبيقول لها شال انها لازم تشتري الاول شويه لبس بدل لبسها الغريب ده. لكن سوزو ما بيكونش عندها اي لبس جديد وكل لبسها موديل قديم وكلهم بيستغربوا منها جدا. وبيمسك لوسيفر شنطه ايميليا ويقول لها هم بيتباعوا فين، لكن ايميليا بتتعصب وبتاخدها منه على طول وبتقول له ما تمسكش حاجتي علشان ما تلوثهاش. فبيقول لها لوسيفر ان حاجتها معفنه لوحدها اصلا وبيتضايق انه كلهم بيعاملوه وحش. وبعدها بتعرض ايميليا على سوزو انها تخرج معاهم ويشتروا شويه حاجات، وفعلا بتوافق سوزو وبتفضل ايميليا واقفه مستنياها تجهز. وبتخرج سوزو وبتكون لابسه فستان ياباني قديم وبتجهز تشان علشان ترجع لبيتها، وبيخرج ساتا معاها علشان يوصلها وبتساله هيعمل ايه في الاكل بعد ما سوزو تلاقي شغل وتسيبه. بيقول لها ان هو لسه ما فكرش في الموضوع ده، وعلى طول بتستغل تشان الفرصه دي وتقول له انها تطبخ الاكل هي بنفسها وتجيبه له. وبيتفاجئ ساتا لكنه بيوافق على عرضها، وبيكون ساتا متوتر وبيسالها هل بتتضايقي من كون شيطان من عالم تاني. لكن تشان ما بتكونش متضايقه فعلا من حقيقته وبتكون متفهمه كل اللي بيحاول يعمله، وانها كمان وقعت في حبه من قبل ما تكتشف الحقيقه. وطبعا ساتا بيكون مصدوم من كلامها وما بيكونش عارف يقول ايه، وبتقول له تشان انها حاولت توقف اعجابها بيه لكن الموضوع مش بايديها خالص، وانها ما عندهاش مانع ان هو يعتبرها زميلته وان ده مش هيأثر على حبها ليه. وفجأة بتظهر سوزو من بعيد واللي بتكون سمعت كل حاجه وبتقول لساتا انت شكلك محبوب جدا. وبتتصدم تشان وبتبقى حرفيا عايزه الارض تتشق وتبلعها، وبتفضل شويه مش عارفه تهرب ازاي. وبعدها بتاخد العجله بتاعتها وبتطير، وسوزو بتساله هو انت ايه شعورك ناحيه تشان، وبيستغرب ساتا وبحس ان هي بتستجوبه وبيقول لها ان هو عنده شويه مشاعر صغيره ليها وعلشان كده هو مش هيقدر يقرر حاجه دلوقتي. وبتفضل سوزو بصاله سرحانه، وبعدها بترجع للواقع وبتقول انها لازم ترجع لايميليا. وبعدها بتروح فعلا لايميليا، وفعلا بتروح لايميليا عند محطه القطر، وبتكون دي اول مره فيها تركب قطر في حياتها. بتستغرب ايميليا وبتسالها انت ازاي وصلت سوزوكي، فبتقول لها ان انا استخدمت البوابه. فبتفضل ايميليا شويه لحد ما تستوعب اللي هي سمعته. بعدها بتستوعب ان هي من جزيره اسلا، وكانت سوزو فاكره ان هي عارفه من بدري اصلا، والاتنين كانوا في حاله صدمه. فبتتعصب ايميليا وبتقول لها انت ليه ما قلتليش من الاول. فبتهبي فيها ايميليا وتقول لها انت اللي شوشتي افكاري من الاول. وسالتها لو هي عايزه توصل لسيد الظلام، وانها نصحتها انها تفضل بعيد عنه وانها ما كانش عندها مكان تروحه، وطلبت منها المساعده. وبعدها ادتها العنوان بتاعها علشان تساعدها، وكمان انهم كانوا عارفين ان هي هتتحد معاه. فبتتفاجئ ايميليا وبتقول انهم مع بعض بس علشان يهزموا عدو مشترك. وبعدها بتفتكر اللي حصل وبتقول لها لو هي الشخص اللي هاجمها عند المتجر. فسوزو بتقول لها لا اكيد مش انا، وانها عارفه قوتها كويس، وبتعترف لها باسمها الحقيقي اللي هو كريستيا، وانها المستجوبه الرئيسيه للجنه في الكنيسه، وان هي كمان عايزه تقتل سيد الظلام. بتسكتها ايميليا لانهم لازم يمشوا دلوقتي وبياخدوا التذاكر وبيتحركوا. وبتفضل سوزو محتاسه في كل حاجه كانها كانت عايشه في ايام الجاهليه. وبيوصلوا اخيرا وبيقعدوا في مكان، وبتفضل سوزو تحكي لها عن حياتها وازاي اتعلمت اللغه بتاعتهم من خلال الافلام القديمه وافلام الساموراي. طبعا ايميليا ما بتكونش فاهمه اي حاجه وبتقول لها ان هي تدخل في المهمه على طول. فبتقول لها سوزي ان اهم حاجه عندها ان هي توصل لمكان أولبا، وانها لحد دلوقتي ما وصلتش لاي حاجه غير ان سيد الظلام عايش، وانها حاسه ان هي لو فضلت مراقباه فاكيد البطله هتظهر في اقرب وقت، وانها اكتشفت ان تقارير اتحادها مع سيد الظلام طلعت غلط. وبتطلب منها تساعدها في قتل سيد الظلام وترجع معاها لإسلا، لكن بترفض سوزو من غير تردد. وبتتعصب سوزو وتقول لها ان هي لازم ترجع منزلتها وسطهم، لكنها ما بتكونش مهتمه للكنيسه ولا للامم الصغيره بتاعتها. وبتقول لها ان القائد بتاعهم وأولبا دمروا كل حاجه علشان يقتلوها هي وسيد الظلام، وعلشان كده هي مش هتقدر تثق فيها، وانها هتقتل سيد الظلام بنفسها بدون مساعده اي حد. وبتحذرها ان هي تعمل لهم اكل تاني او تعمل اي خدع عليهم لانهم هيكشفوها، لان ده برضه سيد الظلام يا جماعه، واكيد فاهم كل الحركات دي. وبتشكرها سوزي على تحذيرها وبتديها مجلات تقراها وتعرف اكتر عن العالم ده. بعدها بتسيبها وبتروح لشغلها. وبعدها بنشوف ساتا ومديرته كاسكي في المطعم وما بيكونش فيه اي زباين خالص، وده بيكون بسبب المطعم اللي فتح قدامهم واللي اسمه سنتوكي. بتفضل كاسكي متنحه ومتضايقه لان الزباين قالوا بنسبه 80% وان ده اليوم اللي هتسلم فيه التقارير للمقر الرئيسي. وبيكون ساتا خايف منها وخايف انها تتحول عليه، وفجاه بتبرق له وتقول له انه يلاقي اي طريقه يهزم بيها مطعم سنتوكي ويرجع الزباين تاني. وبيجي تاني يوم وبيكون ده اول يوم ليه كمساعد للمديره، وبيجي زبون المطعم وبيسال على المديره وبيدي ساتا الكارت بتاعه، وبيتصدم لما عرف هو مين. وبيطلع مدير مطعم سنتوكي واسمه ميتسو، وبيفضل يضايق فيهم ويقول له معلش بقى كان نفسي اعرف نفسي من بدري بس زي ما انتم شايفين محدش ملاحق على الشغل. وبياخد باله من تشان وبيروح لها وبيعاكسها وبيطلب منها بطريقه ان هي تحضر له وجبه من عندهم. وبتفضل تشان متضايقه طول اليوم وبتفضل تزعق لساتا، وبيكون ساتا بعت لهم جاسوس علشان يعرف كل معلوماتهم ويهزمهم من تاني، والجاسوس ده هو شال. وبنرجع لسوزو واللي بتكون مستنيه ايميليا لما تخلص شغلها، وبتكون شايله في ايديها لبس كتير جدا، واللي بنعرف ان هي باعت المجوهرات بتاعتها علشان تقدر تشتري الهدوم دي كلها. وبتطلب منها ان هي تاخدها لمكان شغل ساتا، وبتفضل تتكلم عن كل حاجه قدام صاحبه ايميليا، وبتفضل ايميليا تسكتها قبل ما تخرب الدنيا. لكن صاحبتها إيريكا بتفتكر ان هم بيتخانقوا على ساتا، وبتقرر انها تساعدها وتاخدها لمكان شغله. ولما بيوصلوا للمطعم بيلاقوه فاضي كالعاده، وبتقول ريكا انهم ما ينفعش يقعدوا جوه يعملوا خطه والمطعم فاضي، فبتقول لهم ان هم يقعدوا في مطعم ساسكي اللي قصادهم. وبيدخلوا جوه فعلا وبتطلب ريكا المشروبات، وبتستغرب من المدير الغريب
الغريب اللي بيفضل يعاكسها، وبعد ما بتاخد المشروبات بتشتكي من ريحته المعفنه ومن لبسه المتخلف ده. المهم بيقعدوا وبتطلب منهم ان هم يحكوا لها كل حاجه بالتفصيل علشان تقدر هي تحكم، وبتسالهم هو ايه علاقتكم بساتا، وبتقول سوزو ان هو شخص معاها في السكن وان هو شخص محترم جدا، وبتقول ايميليا انها نفسها تقتله في اقرب وقت وان ما فيش بينه وبينها اي حاجه، وانها بتحاول تبعد سوزو عنه لاسباب تانية، انهم ما بيتخانقوش عليه زي ما هي فاهمه، وبتفضل تتكلم عن ساتا بطريقه وحشه لحد ما بتتعصب وصوتها بيعلى في المكان، وبيكون شالا قاعد كل ده وسامع كلامها وما بيكونش قادر يقعد ساكت هو كمان، وبتتصدم طبعا بوجوده، وبيكون ساتا قاعد مستني شال في المطعم على نار وانه يجيب له اي معلومات يستخدمها ضد مطعم سنتوكي، وبيكون زمايله في الشغل زهقوا من الوضع ده، ورغم ان الدنيا زحمه جدا بسبب المهرجان الا ان مفيش زباين برضه، وبتقترح تشان عليه انها تخرج بره وتحاول تشد الزباين، لكن ساتا بيكون غرقان في افكاره وما بيكونش عارف هل المفروض يتصرف دلوقتي ولا يستنى تقارير شال، وبيقول لبقيه الموظفين انهم ما ينفعش يعملوا اي حاجه دلوقتي وانهم بيضروا نفسهم ولازم يستنوا الوقت المناسب، وبيفكر نفسه قائد في الجيش ويقول لهم ننضفوا الشبابيك دلوقتي لحد ما يجي الوقت المناسب. وعلى الناحيه التانيه بيكون شال ساب المهمه بتاعته وراح يتخانق مع ايميليا، وده لانه سمع كلامها الوحش عن ساتا، وبتكون ايميليا عارفه ان هو هنا علشان يتجسس على المكان، وبتطلب منه ان هو يساعدها في مقابل اللي هو عايزه هي هتعمله له، وفعلا شال بيوافق وبتقول له ان انت طلعت طماع فعلا، وبيكون شال عايز يحمي تاميناتهم وبس، وعلشان كده هو مستعد يتذلل لاي حد. وطبعا بتكون يوريكا قاعده في النص ومش فاهمه اي حاجه، وبتسالهم لو هم اصحاب، والاتنين بيردوا في نفس الوقت ويهبوا فيها ويقولوا اكيد لا، وبيعرفها شال بنفسه وبيحكي حكايه عبيطه كده علشان يمشي الدنيا ان هو وساتا كان عندهم شركه زمان، وبيتفاجئوا الثلاثه وما بيكونوش فاهمين اي حاجه، وبيكمل كلامه وبيقول ان الشركه كانت عن العقارات وبعدها اشتغلوا في البنى، وان الشركه كان اسمها شركه ساتا المحدوده، وان ايميليا كانت منافسه ليهم، وبتستغرب ريكا جدا وبتقول لها عندك كام سنه بقى على الكلام ده، وبيكمل شال الحكايه وبيقول انهم كانوا صغيرين على التعب والشغل ده. وفي الناحيه الثانيه ايميليا كانت موهوبه جدا وكانت شركتها كبيره، لكن شركتهم هم بقت تنهار بالتدريج، وقدرت ايميليا انها تاخد منهم اخر عقد، وساعتها شركتهم فلست وخسروا كل حاجه، وبعدها اتنقلوا للبلد دي، وبعد سنه قابلوا ايميليا تاني بالصدفه، وبرغم كل ده ساتا ما تنزلش عن حلمه ان هو يكون رجل اعمال ناجح، وان هو بيبذل كل جهده علشان يبقى مدير للمطعم، وبتصدق ريكا القصه ديت وبيصعبوا عليها كمان، وان ايميليا بتكون فاكره ان هي هتسيبهم في حالهم بعد القصه دي، وبتطلب ان هي تشوفه بنفسها لانه راجل ناجح وهتتعلم منه حاجات كتير، وبيروحوا لمطعم ساتا وبيقول له شال عن كل المعلومات اللي عرفها عن مطعم سنتوكي، وبعدها بيبصوا لايميليا والباقيين وبيقول ساتا ان هو حاطط كل امالهم عليهم وانهم هيساعدوه في خطتهم، وبياخد الاكل وبيمشي، وبيروح لهم ساتا واي حاجه بيطلبوها بيقولوا لهم اعملوها بنفسكم. بتقول له ريكا انه انت ما طلعتش وسيم زي ما انا كنت فاكره، وان المطعم ما بقاش يشتغل من بعد ما بقيت انت المشرف، فبيتعصب ساتا جدا وبيقول لها انت ازاي بتقولي الكلام ده، فبتهدده ريكا وبتقول له انها تبعت شكوى للمقر الرئيسي وهتخليهم يرفضوه، بس ساتا ما بيتاثرش وبيقول لها ان هي اللي لازم تلتزم بقواعد المطعم، وبيقول لها انت مين اصلا، فبتعرفه عن نفسها وبتقول له ان الشال وايميليا حكوا لهم كتير عنه، لكن هما الاثنين نظرتهم ليه مختلفه، وعلشان كده هي حبت تحكم عليه هي بنفسها، فبتقاطعهم تشان وبتنزل لهم طلبهم، وبتشكرها ايميليا وبتقول لها ان هي اكتر واحده بتشتغل في المكان ده، بتكون ريكا مستنيه ومصممه ان هي تشوف طريقه شغله، وبيكون ساتا مش فاهم منها اي حاجه وفاكر انها مجنونه، وبتفضل تستفزه لحد ما بيقرر يطبع منشورات ويوزعها على الناس عشان يدخلوا المطعم، لكن للاسف فكرته بتفشل، وبيفضلوا يجربوا طرق تانية، وبيعلق زينه على شجره في المحل من جوه، واخيرا بينجحوا والمطعم بيتملي بالناس، وفي اخر اليوم ما بيكونوش مصدقين اللي هو عمله، وبيقول ساتا انهم لازم يضاعفوا مجهودهم علشان مطعم سنتوكي ما ياخدش منهم الزباين تاني، وبيفتكر تهديد كاسكي ليه وبيتوتر شويه، وفجاه بيلاقيها وراه وبتقول له ان هي هتبعته فرع هوشيما بكره، فبيتخض ويفتكر ان هي بتعاقبه لكنها ما بتعاقبوش ولا حاجه، ومدير المنطقه هو اللي بيكون طلب منها انها تبعت له واحد من الموظفين الموهوبين، وان في معرض هيتعمل هناك وهيكون فيه موظفين كتير، وبتسمعه متشان وبتتحمس وبتكون عايزه تروح معاه علشان تساعده، لكن بترفض كاسكي وبتقول ان ساتا لوحده كفايه، وبيجي تاني يوم وبيعرفوا ان هم قاعدين ان في بيت رعب هيفتح في المنطقه اللي هم رايحينها، وكمان معرض اسيوي للزواحف الضخمه، وده معناه ان هو هيقدر يجمع كميه كبيره من السحر بتاعه، والشال بيتحمس ان هو يروح معاهم، وبتكون سوزي على الناحيه التانيه وسامعاهم بكل كلمه قالوها، وفي الناحيه التانيه بنلاقي تشان بتكلم ايميليا وتطلب منها ان هي تروح معاهم، واول ما بتقفل معاها بترن عليها سوزو وبتقول لها على اللي سمعته، وان ساتا بيخطط ان هو يجمع سحر من المنطقه اللي هناك، وبتقول لها ان هي عايزه تروح معاهم تحس انهم رايحين حفله مش رايحين الشغل، وبيجي تاني يوم وبيكونوا فعلا في الشغل، وفعلا بيكون في شغل كتير وما بيكونوش ملاحقين على الطلبات، كلهم بيكونوا لابسين لبس البحر لكن سوزو لبسها بيضحك جدا كالعاده، وبتروح تشان تطلب الاكل كانها واحده من الزباين مش كواحده موظفه، وبيتفاجئ بايميليا وسوزي هم كمان موجودين، وبيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا،
وبيكون باين عليه ان هو متضايق من وجودهم، وبيكون شال لسه في السكن ومش عارف يتحرك بسبب المكرونه اللي اكلها. وبعدها بنرجع لايميليا والباقيين، واللي بعد ما بياكلوا بيقرروا ان هم يدخلوا بيت الرعب ويستكشفوه. اللي بتكون تشان هي اكتر واحده مرعوبه فيهم، واللي بتشوف راس مقلوبه على الشباك وبتترعب اكتر وبتطلع تجري وبتسيبهم. وبيمشي ايميليا وسوزي لوحدهم، وهم ماشيين بيلاقوا عيل صغير وبيفضل يردد كلمه ان هو مش لاقي مامته، وكل ما يسالوه سؤال يرد بنفس الكلام لحد ما بيرفع وشه وبيطلع شبح اصلا. وبيخرجوا هم الثلاثه مرعوبين، وعلشان ينسوا اللي حصل بيروحوا لمعرض الزواحف الضخمه. بس تشان بتكون خايفه برضه، وده لانها عندها عقده من الزواحف بكل انواعها. وايميليا برضه زيها، لكنها بتحاول تبان شجاعه قدامهم لانها البطله برضه. وبتكون سوزو في عالم تاني اصلا، وبتحاول تدور ان في زواحف بتتاكل هنا ولا لا. فبتتفاجئ تشان وتقول لها انت بتاكلي الزواحف، وبتفضل تحكي لهم عن مغامراتها في الجنوب، وان هناك كانت اول مره تاكل فيها سحليه، وان كانت فاكره انها طعمها وحش لكن طلع طعمها حلو جدا على كلامها. واللي بتكون لسه هتجيب سيره جزيره اسلا، فبتلحق ايميليا وبتصوت قبل ما تكمل الجمله. وبيدخلوا الثلاثه المعرض ويتفرجوا على السحالي والزواحف اللي موجوده كلها. غريب انهم بيلاقوا قرد في المكان، فبيفتكروا ان هو تاه من حد وبياخدوه معاهم. وبنشوف ساتا وهو لسه مخلص شغل، واللي بيتفاجئ ان في حد بينادي باسمه، لكنه طلع الراجل صاحب القرد بينادوا على القرد. وبيتضايق جدا ان القرد اسمه ساتا زي اسمه. وبنلاقي الثلاثه ماشيين ومش عارفين يودوا القرد ده فين. وفجاه القرد بيطلع يجري لان صاحبه نادى عليه، وان بيكون ساتا معاه. فبيفضلوا يكلموه باسمه، وده طبعا بيضايق ساتا لحد ما بيهب فيهم ويقول لهم اسكتوا خالص. وبيرجعوا بيستمتعوا بالميه والالعاب اللي موجوده هناك. لكن المشكله ان التماسيح هربت بره المعرض والناس كلها طلعت تجري، لكن هم الثلاثه فضلوا واقفين يتفرجوا على ساتا وهو متجه ناحيه التماسيح. وبتظهر حواليه قوه غريبه، وبيردد تعويذه كده بتخلي التماسيح كلها تقف قدامه. وبيضيع معظم السحر اللي جمعه في انقاذ الناس من التماسيح. بيجي تاني يوم وبيودعوا بعض علشان هيرجعوا لمنطقتهم تاني. وبتكون سوزي وتشان ماشيين في المحطه، لكن بتحصل حاجه غريبه جدا. وبتشوف سوزي واحد شبه مدير مطعم سنتوكي، لكنه بيكون مغطي وشه وفجاه بيطلع له جناحات. وبتفضل سوزي واقفه بصاله لحد ما بتنادي عليها تشان، واللي بتلاقيه اختفى تماما. وبيجي تاني يوم وبيسال لوسيفر ساتا انه ممكن يرجع سحره تاني ولا لا. فبيرد عليه ويقول له ان هو جمع شويه منه لكنه استخدمه كله في الاخر. وبيكون شال لسه في الحمام وبيتعذب من وجع بطنه. وبيجي لساتا كراتين كتيره جدا على البيت، واللي بتكون مبعوته له من صاحبه البيت، وبعت له رساله مكتوب فيها انها لقيت الحاجات دي في جزيره هاواي، وانه يقدر يبيع الكراتين دي في المهرجان الصيفي. وبنشوف سوزو وهي بتراقبهم، وبعدها بنرجع فلاش باك وهي بتكلم شخص غريب وبيقول لها انت من الكنيسه المقدسه مش كده برضه. وبنشوف مجموعه من الناس في اسلا لما سوزو كانت هناك، وبتقتلهم بامر من أولبا، وبيديها قائمه اسماء بالناس اللي المفروض تقتلهم. وبنرجع للحاضر واللي بيكون سوزو باين عليها الزعل، وبتقول في النهايه ما طلعناش احنا اللي بننقذ العالم. بيكونوا ايميليا وسوزو وتشان متفقين ان هم يخرجوا، لكن اول ما بيروحوا عند ساتا في البيت فبيطلب منهم ان هو يساعدهم في الحاجات اللي عنده. وفي اللحظه دي بيحاول لوسيفر ان هو يهرب علشان ما يساعدهمش، لكن بيمسكوا ساتا من قفاه وبيرجعوا تاني، وفعلا بيساعدوه بيخلصوا كل حاجه. وبعد كده ساتا بيشكرهم على اللي عملوه معاه، لكن بتقول تشان ان الموضوع كان مسلي، ان التحضير للمهرجان امتع من المهرجان نفسه. بتشوف سوزو ريشه بيضه وبتروح تمشي وراها، وبتروح تقابل الشخص المجهول ده تاني، وبيقول لها انت بتحضري معاهم المهرجان؟ انت فاكره نفسك صاحبتهم ولا ايه؟ اعملي اللي انت جاي علشانه، وهو انك تقتلي ساتا قبل ما يرجع قوته تاني، وانها ما ينفعش تتردد. وبتفتكر سوزو وهي في جزيره اسلا وان كان في كهنه بيتكلموا عن الكنيسه، وانهم انقذوا العالم بفضل ايميليا واولبا، وانهم كانوا السبب في زياده الناس اللي بيقتلوهم. بيرد واحد فيهم ويقول ان لازم فينا حد يستحمل العقاب. فبيرد عليه واحد تاني ويقول له عقاب ايه؟ المسؤول عن كل ده هو اولبا اللي هو اختفى اصلا. احنا هنتجنب المحاكمه لحد ما هو يرجع تاني. وبتكون سوزو بتتجسس عليهم، وبتقول ان الناس دي ما بيحكموش اعمالهم الخاصه، وانهم بيخافوا من التعب والذل، علشان كده بيحاولوا يطلعوا باكتر فايده بدون ما يتعبوا نفسهم في اي حاجه. وبتكمل كلامها وبتقول ان انا ما كنتش بقتل الناس بسبب رغبتي في كده. بعدها بنرجع للحاضر وبنلاقي الشخص الغريب ده بيقول لها انا هقول لك تاني اعملي اللي انت جاي علشانه واقتلي ساتا. فبتقول له حاضر يا سيدي عرفنا خلاص. وبيمشوا وبتروح تشان وايميليا علشان يشوفوا سوزي راحت فين. بيسالوها وبيقولوا لها انت كنت بتعملي ايه كل ده؟ فبترد عليهم سوزي ولا حاجه، انا كنت جاي هنا علشان افكر شويه بس. وهم في الطريق بتقول سوزو لتشان انها تبعد عن ساتا وتتجنبه خالص. وبتحاول ايميليا تسكتها، لكن سوزو بتقول لها انا عارفه ان انت عندك خطتك الخاصه، لكني مش هسمح له يعيش اكتر من كده. وتشان ما بتكونش فاهمه اي حاجه، وبتحاول انها تتكلم لكن بتقطعها سوزو. وبتقول لها فاكره الزياره الضخمه والمطعم اللي احنا كنا فيه؟ بتقول لها تفتكري هو حط الشجره اللي هناك دي ليه؟ وبتكمل كلامها وبتقول لها ان شجره الخيزران بتنقي الناس من الحقد، والناس كلها حطوا امانيهم على الشجره كزينه يعني، وبكده رشد ساتا قدراته. وبتقطعها تشان وتقول لها ان هو عمل كده علشان يجيب زوار بس مش اكتر. لكن سوزو بتقول لها مش دي المشكله ان احنا ما نضمنش ان هو ما يستخدمش قوته في حاجه اخطر من كده. وبتتعصب تشان وبتقول لها ان ساتا ما يعملش كده ابدا، افتكري لما التماسيح هربت من البركه هو عمل ايه. فبتقول لها سوزو خلينا نقول ان هو شخص بيحاول يتقدم بالعالم ده وان الناس كلها بتثق فيه، لكن تفتكري ايه اللي هيحصل لو قرر يخون العالم؟ بتقطعها ايميليا وتقول لها ان ده مش هيحصل، وان انت بتقولي كده لان هو اترقى في شغله بس مش اكتر. فبتقول لها سوزو الشياطين بيعيشوا لفتره طويله ومحدش يعرف هم بيخططوا لايه، احنا
لازم نقتلهم طالما عندنا الفرصه ان احنا نعمل كده. فبتتعصب تشان اكتر. بتقول لها سوزو انا عارفه ان هو صعب عليكي لكنكم من عوالم مختلفه وما كنتيش تتوقعي ان انتوا هتقابلوا بعض اساسا. وبتعرفها انها تمسح لها ذكرياتها عنه وعن جزيره اسلا. لكن بتزعق لها تشان وتقول لها انا مش عايز انسى حد فيكم، احنا بقينا اصحاب وقضينا وقت ممتع مع بعض، عايزانا انسى كل الذكريات دي علشان اسلا بس. فبترد عليها سوزو وتقول لها خلي بالك من مشاعرك لان دي ممكن تكون خطه من خططه وانه بيحاول يضعفنا علشان ما نقتلوش. فبتتعصب تشان وتقول لها هو مش كده خالص وانه شخص كويس ودايما بيدعمني وبيساعدني. لكن برضه سوزو بتتعصب وتقول لها انت نسيتي ده مين ولا ايه؟ ده برضه ملك الشياطين وسبب معاناه لناس كتيره جدا. فبتقول لها انت كل اللي عملتيه انك قابلت جيوشه وما قابلتهوش هو شخصيا وما تعرفيش اي حاجه عن شخصيته. فبتقول لها سوزو ان قائد الجيش بيتحمل مسؤوليه اخطائه واخطاء اتباعه. فبتسالها تشان وتقول لها لما هو شرير كده ليه صلح المدينه كلها وليه بيحاول يكون شخص كويس؟ فبتتعصب عليها سوزو وبتقول لها انت عايزانا نسامحه وننسى اللي هو عمله ببساطه كده؟ لكن بتوقفها ايميليا وبتقول لها ان العالم اللي هي بتحاول تخلي الناس كلها تضحك فيه مش هيحصل لو في حد من صحابها حزين وبيعيط. فبترد عليها سوزي وتقول لها يعني انت ما عندكيش اي نيه اللي تقتلي ساتا؟ فبترد عليها ايميليا وبتقول لها الصراحه حاليا لا. وبتسيبهم سوزي وبتمشي وهم في الطريق بيطلع لهم الشخص المجهول اللي هاجم ايميليا قبل كده وبيحاول ان هو يقتلهم. لكن ايميليا بتحمي تشان وبتطلع سيفها لكن ما بتقدرش تعمل حاجه معاه وكل ضربه بيصدها. وبتساله انت مين؟ فبيكشف عن هويته وبيطلع مدير المطعم اللي فتح قصاد مطعم ساتا وبيكون عنده القدره ان هو يضعف السيف المقدس بتاع ايميليا وبيعرفها ان هو هيخليها تفقد قوتها الخاصه وبيرميها على الحيطه. بتتخض تشان عليها جدا وبتجري علشان تلحقها وتطمن عليها. لكن سوزو بتظهر فبتقول لها انت بتقولي على ساتا ان هو شيطان لكنك دلوقتي بتخوني ايميليا اللي حاربت علشان تطهر العالم، ده بقى يخلينا نسميكي ايه؟ ما بتردش عليها سوزو وبتنيمها وبتطلب منها انها تسامحها. وفي اللحظه دي بترن ام تشان على ساتا وبتساله عنها لانها لحد اللحظه دي ما رجعتش للبيت. فبيقول لها ساتا انا ما اعرفش عنها اي حاجه. وبيتصل على لوسيفر وبيساله عن سوزو فبيقول له لا مش موجوده. وبعدين بيساله هو مدير المطعم اللي قدامك اسمه ساري مش كده؟ مفيش قدامي اي سجلات بالاسم ده. بيطلب ساتا ان هو يعرف منه موقع ايميليا لانه حاطط لها شريحه GPS. فبيعرفوا لوسيفر انها بتمشي في خط مستقيم ما بين الشوارع وانها وقفت عند مكتب طوكيو الحكومي. واول ما بيسمع ساتا الكلام ده بياخد العجله بتاعته ويطلع على هناك جري. وبنشوف شالو وهو في المستشفى علشان تعبان وبنشوف قلبه وهو في المستشفى وبيصحى اخيرا. وبعدها بتيجي الممرضه علشان تطمن عليه فبيقول لها شال انا عايز اعرف مبدئيا كده انا اللي هدفع ولا التامين اللي هيدفع؟ فبتطمنه الممرضه وتقول له ما تشيلش هم سيبني انا بس اغير لك المحلول. فبيرفض شال وبيخرج من الاوضه وهو ماشي بيلاقي شخص واقع على الارض. فبيروح لشال علشان يطمن عليه ويلاقي ضابط شرطه. وفي اللحظه دي بيظهر قلبه من وراه وبيضربه ويطيره على الحيطه. في اللحظه دي بيقع التامين بتاع شال وبياخد قلبه وبيعرف منه مكان عنوان ساتا. بنروح عند ايميليا وبيطلع الشخص ده ملاك من جزيره اسلا وقاعد مع الله ومعذبها علشان ياخد منها السيف المقدس بتاعها. فبترفض ايميليا وبتقول له ان السيف نفسه هو اللي هيرفض. فبيرد عليها وبيقول لها ان البشر غير مؤهلين ان هم يكون معاهم سيوف مقدسه ان لازم هو اللي ياخده. فبتقول له ايميليا ان تشان ملهاش اي علاقه بالكلام ده فسيبها تمشي احسن لك. فبيرفض ويقول لها انها عينه ثمينه لواحد عايز يوصل لساتا. وبيكمل كلامه وبيقول ان احنا هنستخدمها في شويه ابحاث علشان نعرف تاثير اللورد على البشر. بتبص له ايميليا وبتشتمه فبيقول لها احترمي نفسك يا بنت انت ازاي تتكلمي مع كبار الملائكه بالطريقه دي. وبيفضل يعذبها بالسحر بتاعه. وفي اللحظه دي بيوصل ساتا اخيرا للمكان لكن المشكله ان في حاجز بيمنعه ان هو يدخل. وبعدها بنشوف الملاك وهو بيطلب من سوزو انها تنزل تقتله لان ساتا بقى ضعيف دلوقتي ومش قادر يقاومها. وبنرجع لساتا وهو بيستخدم السحر بتاعه وبيدمر الحاجز لكن بتكون سوزو وصلت وبتبدا انها تضرب فيه. وبيسالها ساتا انت ليه عملتي كل ده وانك ليه بتدخلي ايميليا وتشان في الموضوع ده؟ ازاي واحده من اسلا تعمل كل ده؟ فبتقول له سوزو ايه ده ما انت عارف كل حاجه اهو. فبيقول لها ساتا ان انا عارف كل حاجه من الاول لان مفيش واحده هتقعد جنب رجاله وتساعدهم الا اذا كان وراها حاجه. وبيقول لها انا كنت فاكرك هتنسجمي مع ايميليا لكنك ما تفرقيش حاجه عن قلبه. انت لابسه قناع طيب وبتخفي حقيقتك بيه وبتضحكي على الناس. وبيقرر ان هو ينزل يقتل الملك ده واللي بيكون اسمه سريال. لكن بتعرفه سوزو ان هو بيكون في اقوى حالاته لما بيكون قريب من القمر وانه مش هيقدر يضربه ولا ضربه واحده حتى. لكن بيصمم ساتا انه يعمل كده ويفضل يسخن جسمه شويه. بترد عليه سوزو وتقول له انت ليه مصمم انك تقتله؟ فبيرد عليها ساتا ويقول لها ان تشين زميلتي وانا لازم اعمل كده علشان احميها. بعدها بيسيبها وبينزل. بتستغرب سوزو جدا لانه شيطان ولكنه بيقرر ان هو يحمي الناس. اما لوسيفر بيروح لأولبا وبيقول له هترجع تساعدني تاني وانك لو ساعدتني هعمل لك كل اللي انت عايزه. وبنرجع لسيريال واللي بيقول له ايميليا بعد ده كله ما قدرتش اخد السيف المقدس انت كده ما خليتيش قدامي غير ان انا اشيله من قدامك على طول. واول ما بيقرب منها بتفضل تشتمه وبتفوق تشان وبتفضل تشتمه معاها باوسخ الالفاظ. فبيتعصب سيريال جدا ويقول لهم انا هقضي عليكم انتوا الاثنين. فبتقول له ايميليا انت ما تقدرش تعمل اي حاجه وجرب كده وانا اوريك انا هعمل فيك ايه. بيرد عليها سيريال ويقول لها انت شكلك كده واخده حبيتين جراءه يا بنت انت متعلقه هتعرفي تعملي ايه اصلا. بتقول لي ايميليا انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير لكن هتشوف بنفسك لو قربت لها. وفي اللحظه دي بيطلع ساتا وبيعتذر لتشان انها خلاها تستنى كل الوقت ده. فبيعرفوا سيريال ان هو عايز يرجع السيف المقدس وان القوه بتاعته معموله من الفضه السماويه واللي بتعتبر اسمن قوه في السماء. فبيرد
فبيرد عليه ساتا وبيقول له انا مش مهتم لكل ده، الحاجه الوحيده اللي مش هغفرها لك انك تاذي زميلتي. وطبعا تشان بتفرح جدا، فبيكمل كلامه ويقول له ان دي عينه ثمينه جدا بالنسبه لي، وبيضحك كده وبيقول له انت هتعرف تعمل ايه بجسمك ده يا راجل، ده انت ما فيكش ضربه واحده. وفعلا بيضربه سيريال ضربه خفيفه جدا لكنه بيطير 5 متر قدام، وبيرمي عليه كميه من السحر بيجيهم يمين وشمال وبتبهدله خالص. وطبعا ساتا ما بيكونش عارف يعمل اي حاجه لان قوته لسه ما رجعتلوش، وبتفضل تشان تصوت وانها قلقانه عليه جدا، لكنه بيطمنها وبيقول لها ان انا مستحيل اخسر ابدا. بيضحك سيريال ويتجه للقمر، فبيزيد السحر بتاعه وبيستخدم كميه من السحر بتاعه يغطي المدينه اللي هم فيها كلها. وبنشوف ساتا وهو رجعت له قوته اخيرا بسبب السحر اللي عمله سيريال. وبتظهر سوزو فبيطلب منها ساتا انها تهتم بايميليا وتشان، وطبعا بتوافق على طول وما بتكونش تشان فاهمه اي حاجه، فبتطمنها سوزو وتقول لها ان انت هتفهمي كل حاجه بعدين. فبيستغرب سيريال وبيقول لها انت بتعملي ايه يخرب بيتك؟ فبتقول له مالكش دعوه بيا، خليك انت بس في اللي انت بتعمله، انت بتضحك على الناس بالسلام المزيف بتاعك ده، وبتخون الناس القريبه منك، هي دي العداله في نظرك؟ وبما اني محققه رئيس اللجنه فمش هسكت على اللي بيحصل ده. فبيقول لها سيريال اتكلمي زي ما انت عايزه، محدش هيقدر يعمل لي اي حاجه بعد ما خدت كل القوه دي من القمر. بعدها بنشوف أولبا ولوسيفر، وأولبا بيقول له ان سيريال هيقضي على ساتا خلاص، وبيطلب منه لوسيفر ان هو يرجع له شنطه ايميليا علشان يرجعها لها لانها ممكن تقتله لو ما عملش كده. فبيستغرب أولبا وبيقول له اوعى تكونوا في اللحظه دي ما بيلحقش يكمل كلامه وبيضربه لوسيفر. وبنشوف ساتا وهو بيقول لسيريال بما ان انا لورد طيب فانا هخيرك خيارين، يا تهرب وتاخد خسارتك على كتفك وتمشي، يا تفضل وتتضرب لحد ما تموت. فبيرد عليه سيريال بكل ثقه ويقول له انا هقتلك واعمل اللي انا جيت علشانه، وان اللورد اللي بيكسب القوه بتاعته عن طريق استغلال مشاعر البشر ده ما يعتبرش لورد اساسا، وبيفضل يهاجمه بالسحر بتاعه، لكن ساتا بيتفاداه وبيقدر ان هو يضربه. وبيفضل سيريال يصوت ويقول اول بس ما اخد السيف المقدس مش هرحمك. وفي اللحظه دي بيطلع ساتا سيفه وبيخلص على سيريال. بعدها بنشوف شاله هو كمان قوته رجعت له تاني، وبيقول لساتا انه راح بسرعه يجيب العبايه بتاعته علشان يساعده. فبيتعصب ساتا وبيقول له انت جاي بعد ايه؟ ما خلاص. وبيفتح بابا زمنيه وبيرمي فيها سيريال وبيصلح المدينه كلها، وده طبعا خسره طاقته من تاني. فبيجي تاني يوم وبيروح ساتا للشغل تاني، فبتقول له كاسكا انا عرفت ان انت هربت امبارح وما رجعتش تاني، فانا عايز اعرف ايه اللي حصل. فبترد عليها تشان وتقول لها يا ستي دي قصه طويله جدا. ترد عليها المديره وتقول لها انا وجهت لك الكلام انت. وفي اللحظه ديت بتدخل سوزو وبتقول لها ان هي وتشان وهم ماشيين في طريق بالليل ظهر لهم شخص غريب بيحاول يطاردهم، وساتا اتدخل علشان يساعدنا. فبتاكد على كلامها تشان وتقول لها ايوه فعلا ده حصل، وما نعرفش لو ما كانش اتدخل يا عيني ايه اللي كان هيحصل. وفجاه بيلاقوا عامل في المطعم داخل بيصوت عليهم وبيقول انهم لقوا حد غريب في الثلاجه، والمفاجاه ان هو بيطلع سيريال. فبتقول له تشان انت مش قلت ان انت رميته في البوابه؟ وبيبدا سيريال يفوق. اول ما بيشوف مديره الشغل بيفضل يعاكسها وبيقع في حبها، وما بيكونش ساتا فاهم هو اتجنن ولا جرى له ايه. بعدها بنشوف ايميليا وهي راجعه من الشغل وبتفكر ان ساتا دمر القريه كلها وقتل ابوها، فهل ينفع ان هي تسامحه بالبساطه دي؟ وبتدخل عليهم وبتلاقي سوزو قاعده بتاكل ساتا. تشان اول ما بتشوفهم بتفضل تصوت، فبترد عليها سوزو وتقول لها ان هي حاولت تتعلم الطبخ الفرنسي. فبتقول لها تشان انت بتتكلمي عن ايه؟ وبعدين مش انا اللي قلت ان انا اللي هحضر الاكل النهارده؟ وفي اللحظه دي بيدخل تشان وبيكون باين على ملامحه الجديه وبيقول لساتا انا عايز اخد اجازه. وساتا طبعا بيكون عايز يعرف السبب ويفهم ايه اللي حصل، لكن تشان بيقول له ان هو مش عارف يتكلم دلوقتي، وبيفهم ساتا على طول وبيطلب منهم ان هم يسيبوهم لوحدهم شويه. وبيجي تاني يوم وبتشوف ايميليا ناس كتير بتطلع صناديق لساتا وما بتكونش فاهمه هو ايه ده. بنشوف بوكيه الورد اللي سيريال سايبه لمديره المطعم بتاعه ساتا، وما بتكونش فاهمه هو عايز منها ايه. وبيدخل عليها ساتا ويطلب منها ان هي تغير له مواعيد الشغل بتاعه، فبتوافق على طول. بيشكرها ساتا وبيخرج، وتشان طبعا بتكون سامعاهم، فبتروح وتقول له انت فعلا عايز ترجع لجزيره اسلا عشان كده خدت كام يوم استراحه؟ فبيعرفها ساتا ان هو ما عندوش القوه الكافيه ان هو يروح اصلا. بتساله وتقول له امال خدت اجازه ليه؟ فما بيقدرش ساتا يقول لها على السبب وبيعتذر لها. وبيجي تاني يوم وبنشوف ايميليا وتشان وهما بيراقبوا ساتا، فبتقول لها تشان واحنا المفروض نعمل كده، احنا المفروض نثق فيه. فبتقول لها ايميليا والله كان نفسي، لكن الحاجات اللي جات له على البيت دي معناها ان هو بيخطط علشان يعمل حاجه. وبيمشوا وراه وبيلاقوه دخل لمكان بناء وبيشتغل هناك، وبعدها ساتا بيشوفهم وبيروحوا يقعدوا ويقول لهم ساتا ان هو محتاج فلوس بسرعه علشان يقدروا يدفعوا ثمن جهازين التتبع اللي لوسيفر اشتراهم. وبيعرف ايميليا ان هو حط واحد في شنطتها وواحد في جزمه سوزو، فبتتعصب ايميليا جدا، لكن ساتا بيحاول يهديها وبيقول لها ان هو عرف اماكنهم لما سيريال كان خاطفهم بسبب الجهاز ده، فبتتعصب وبتكسر الجهاز ده. فساتا بيعرفها ان هو كده كده هيدفعوا ثمن الجهاز ده الاسبوع الجاي، ما عندهمش فلوس كفايه في حسابهم ولسه بدري عبال ما يقبض. فاقترح شان ان هو يشتغل باليوميه علشان كده خد اجازه من المطعم. وبتفرح تشان ان الموضوع ملوش علاقه باسلا، وبتساله ايميليا هو ايه علاقه الصناديق اللي كانت داخله عندكم دي؟ وطبعا ساتا ما بيكونش عارف اي حاجه عنهم، فبيروحوا يسالوا لوسيفر وبيلاقي ساتا انهم حاجات غريبه زي بطاطين وطفايات حريق وحاجات غريبه كده. بيسال لوسيفر ايه الحاجات دي؟ فلوسيفر بيقول له ما ترميش اللوم عليا، انا اتضحك عليا والله. من الناس دي جات له قالت له ان هم هيشتروا منه اي حاجه هو مش محتاجها، لكن ضحكوا عليه وخلوه هو اللي يشتري في الاخر. بيقول له ساتا انت دفعت بقى كام على ده كله؟ فبيكون خايف يرد عليه، لكن ساتا بيتعصب فرد مره واحده وبيقول له
28,000. فبيصوت ساتا من الصدمة وبياخد رقم الشركة دي ويتصل بيهم وبيكلمهم وبيقول لهم احنا اشترينا من عندكم شوية بطاطين وحاجات كده، لكننا مش محتاجينهم تاني وعايزين نرجعهم. لكن بيعتذر منه الشخص اللي بيكلمه وبيقول له ان هم مش هيعرفوا اذا كانوا استخدموا الحاجة دي ولا لا، فبالتالي مش هيعرفوا يرجعوها. فبيقول له ساتا طب ينفع نرجع المرشحات بس؟ ده عليه وقال له لا طبعا ما ينفعش انكم ترجعوا المرشحات بس. فبيتعصب ساتا جدا وبيقفل في وشه وبيقرر ان هو يروح يتفاهموا معاهم وش لوش. وبيروح ساتا هو وايميليا للشركة دي، لكن المفاجأة ان شال هو اللي بيفتح لهم وبيكون شغال هناك. فبيقول له ساتا على اللي حصل، فرد عليه شال وقال له ده غش وانا كده مش هقدر اكمل في الشركة دي تاني. فبيدخل عليهم المدير ويقول لهم هو في مشكلة ولا ايه؟ فبيتعصب ساتا ويقول له وانت بقى المدير اللي هنا؟ وبيتضايق الرئيس من طريقتهم وبيطلب منه ان هم يتناقشوا بكل هدوء. بيقول له ان كل حاجة مذكورة في العقد اللي لوسيفر خده، لكن ساتا بيقول له ان ده غش. فبيقول له المدير دي كانت صفقة ولوسيفر مضى عليها. فبيتعصب ساتا ويقول له صفقة ايه دي اللي تبيع فيها 7 بطانيات لشقة عبارة عن أوضة واحدة؟ هو علشان الوضع عبيط تضحكوا عليه يعني؟ فبيرد عليه المدير ويقول له ان دي مش مشكلتهم وان دي كانت صفقة وتمت خلاص بموافقة الطرفين. نشوفهم هم طالعين وبيقترح ساتا ان هم يكلموا الشرطة، لكن ايميليا بترد عليه وتقول له ان هم مضوا عقد وان مفيش اي دليل يدل على الغش، الشرطة مش هتفيدهم بأي حاجة. فبيكون ساتا متوتر ومش عارف هيدفع الفلوس دي كلها منين. فبيعتذر له شال لان هو ولي امره وممكن يرمي اللوم عليه. فايميليا بتقول له انت ولي امره ليه؟ هو عنده كام سنة؟ فبيرد عليها ساتا ويقول لها ان هو اصغر من 18 سنة. فبتيجي لايميليا فكرة وبيروحوا لمحامي، فبيقول لهم المحامي انه لازم علشان يمضي على العقد ياخد موافقة ولي امره. وبيقول لساتا بما انك ولي امر لوسيفر فهتقدر تعمل فترة تهدئة. وبنشوف بعدها الشركة وهي جت تاخد كل الصناديق تاني وبيبص ساتا للرئيس نظرة انتصار كده. بعدها بيروح ساتا وشال لمطعم علشان ياكلوا، وشال بيقول له مين كان فاكر ان ايميليا هي اللي تنقذنا في الاخر. فبيقرر ساتا ان هي خلاص هتكون حليفتهم في المستقبل. فتفتكروا ايه اللي هيحصل؟ وهل هيرجعوا لجزيرة إسلا تاني ولا هيكملوا حياتهم في اليابان؟ كده احنا خلصنا الموسم الاول من الانمي ده. لو عايزين الموسم التاني تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعمله، وما تنسوش تصلوا على النبي.